بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، waxaa farxadu ah walaalihiin mubaarak shaab idin maanta idii soo bandhigaan kelimadan qayimada ah. يسر إخوانكم في محل مبارك أن يقدموا لكم اليوم هذه الكلمة القيمة، والتي هي بعنوان jirrada maxay noogu dhacdaa, sidee u garan karnaa inaan jirannahay, sidee isku daaweynaynaa, maxay daawada ama cilaajka ama caafimaadka u soo dahaa. المرض، كيف نستطيع أن نعرف أننا مرضى؟ كيف نتعالج؟ لماذا يتأخر العلاج؟ المرض هو شيء كتبه الله عز وجل علينا. jirrada waa wuxuu ilaahay nagu dul qoray subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku yidhi: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلهي عز وجل وربك أبوري لمشهد ينولشا وحنو أبوري إننا امتحانه سدو أرك إلهي سبحانه وتعالى ضدكين نوغو عمل ونكسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نبينا نوحو لهي صلى الله عليه وسلم إلهي مسود جنجر إلا إنه لسود جيي داود إذا أما عافي ماتك. ولكن حالو سود جيي جروينك، وحالو سود جيي جروينك إن دتك الامتحانو الله في رياسيد السمين يعني. لماذا أنزل الله عز وجل المرض؟ أنزل الله عز وجل المرض ليبتلي الناس، كذلك أنزل الله الشفاء. sidoo kalena ilaahay caafimaadkii wuu soo dejiyey. haddii marka uu jiro caafimaadkii loogu talagalay uu asiibo, qofka wuu caafimaadayaa. فإذا أصاب الداء الشفاء الذي أنزله الله معه سوف يشفى المرء. si fiican ii dhegayso. inaad jirantahay ma garan kartaa haddii aad gaari haysatid, gaarigaada ay cillad ku soo baxdo ma garan kartaa. haddii cilladii ku soo baxdo ood garatid, ma hagaajinaysaa mise waad ka dhaafaysaa؟ هل تستطيع أن تعرف أنك مريض؟ طيب، إذا عندك سيارة وفي سيارتك علة أو مشكلة، هل تستطيع أن تعرف المشكلة؟ إذا عرفت أن في سيارتك مشكلة، هل ستصلح هذه المشكلة أم ستتركها؟ mise waad iska dhaafaysaa dhibaatadii gaarigaada aad ku aragtay. tusaale, subax horaad soo kacday, gaarigaadii aa shiday, gaarigii waad waday, gaarigii xoogaa markuu socdo waxaa aragtay gaarigii inuu xoogaa si fiican uuna u soconinoo aamoodid qof dhutinaayoo kale. waad ka soo degtay gaarigii, waad fiirisay, mise waxaad aragtay lugaha gaariga inay waxsi ka yihiin mid ka mida. dhibaatadaas ma hagaajinaysaa mise waad iskaga soconaysaa؟ على سبيل المثال، في الصباح الباكر استيقظت، أخذت سيارتك ومشيت. أول ما بدأت تمشي حسيت أن السيارة كأنها تعرج. نزلت من السيارة وبدأت تنظر، وإذا بأحد العجلات فيه مشكلة. هل ستستمر في سياقة السيارة أم أنك ستصلح هذه العجلة؟ sidoo kale jirkeenna waa sidaas oo kale. haddii cillad ay kugu soo baxdo ama ha yaraato ama ha weynaato, hadday dhibaato kugu soo baxdo ama ha yaraato ama ha weynaato, haddii marka jirkeenna aan wax ka dareenno, ma hagaajinaynaa mise ma hagaajinayno? dhibaatadaas ma toosinaynaa mise ma toosinayno؟ كذلك أجسامنا، إذا أحسست بشيء سواء كان هذا الشيء صغير أو كان كبير، هل سوف تصلح العلة؟ هل سوف تسعى لأن تتخلص من هذه المشكلة في جسمك أم أنك تتركها؟ tusaale haddaan ku siiyo, qofaa subaxa hore markuu soo kacay ilig xanuunu la soo kacay, gooska xanuunaya, caadi waayu dhaawaa iska normal, uu iska socday. habeenkii gurigiisa markuu ku soo noqday, goos xanuunkiyaa ku soo noqday. إذا استيقظت مثلا في الصباح الباكر وأنت تتجهز للعمل، الدراسة، الدنيا، استيقظت بألم بالضرس، كأنك عالجت هذا الألم بشيء خفيف ثم ذهبت إلى دنياك.
رجعت بالليل للبيت. عاود الألم. طلو هدو حنونك هبينك كوغسو نغضو مسيحاني سيفي عن مسيحاني كسوقات كنينيدا كلا دوون أو الاستعمال حنون بابيها أو كالتاين نول إيو أسبريني وحي لامد قرقو كوميلان حنون كاس ملاسي حنيسا. إذا عاود الألم في الليل وأردت أن تعالج نفسك، ما وجدت العلاجات البسيطة التي تكون في بيتنا كمخفف الآلام التاينول الأسبرين وما شابهها من الأقراص، ماذا ستفعل في تلك الليلة؟ هل ستنام نومة هنية؟ هبينك أستلو هردفي عن مسيحان طنطا وحريعك كرت صبحي دخترك إنك وحررتت أما هبينك أسنفتركي سنة إمرجنسيك وحررتت وله دي قوسة لقاها يا وصيحان الله إني حنون بابي وحكسيان وكودها دخترك إلكها زور راجع يخدع كرت إني كودها حنون بابي هي قالتي هبينك وصوان غطوات سيحتي صبحي من كسوك على دختر إلكها تكتي دخترك إلكها وحقولها قوس كان ولا صار هي إيقا صارت تري قوسكي ولا صاري قوسكي مركي لصار حنونك وكدهي الحمد لله تري حنون بيقول هاي وانا إيقا ربما في الليل لم تستطيع أن تنام لعلك تذهب إلى مستوصف وتطلب العلاج لعلهم يعطوك حاجات مخففة للألم ويسألوك أن تراجع طبيب أسنان في الصباح راجعت طبيب أسنان. طبيب الأسنان نظر إلى حالك قال لك يجب خلع هذا الضرس. خلع الضرس وأنت وافقت. ذهب الألم. قلت الحمد لله ارتحت من هذا الألم. وقتها إنا ذكنصا حنونكي ولكن إناد بردر قريسي إليك أد أوباهنت هذا استعمال لهد إلي قاس بوسكو كبحي وحالغي أبا عنتدي سيدي أعني جرت وما عنيسي لأن إلي قاس بوسكي سي كبحي. هل تعلم أنك ارتحت بعد ذهاب الألم؟ لكن في الحقيقة لم ترتاح، أنت فقدت ضرس. هذا الضرس الذي فقدته كان يقوم ببعض الأعمال في جسمك كمضغ بعض أنواع الطعام، فربما لن تمضغ هذا الطعام بعد كما كنت تفعل من قبل. كذلك أجسامنا علينا أن نحافظ بها وعلينا أن نتعالج قبل أن نفقد الروح. سيدو كلوا جركينا وإنا إلى لنويا أنت أين النفط نكدين. إذن كيف نتعالج؟ لا شك أننا نتعالج بالطريقة الصحيحة. هذا بس ده اسكو داويننا وعن اسكو داويننا نظامك صحسن، وليست الطريقة الصحيحة بتر الأعضاء. هذا هو طريقة صحسن وأنا اسكو داويننا ما هائنا حبنهن وحكجرنا أبا إنا جركينا وحكيلنا أو قلده وحنون عصبنا كينا هي، أو أن ندخل أجسامنا مواد تزيد الألم، آلام جديدة أكثر مما كان عندنا، ولا أن يجرب علينا بعض الأطباء أدوية غير مناسبة للمرض. يعني نقول جامعة دخاتير سقاركود داوين أو لو قلت لقرين جرهدينا يعني إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى أنصر الشيخنا إلهي عز وجل مونا سودج جرو إلا إنه لسودجي داود إذا. علينا أن لا ننسى الحديث الذي من قبل: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا بداودي لولك ويت الله سيد الجرد أي أجوكتو داودي والد جوكتا جرد قفك أي كل عضي داودي سماش أجوكا لقيه لهيا ما دام جردي لوسو دجي قفكان لولك أجوك نفتركي سوالقيه لهيا داودي. إذن الشخص هذا الذي نزل فيه المرض نزل معه الشفاء، المرض نزل فيه وشفاؤه موجود في الأرض التي هو فيها. هل كان مركب وحنك حوسدونا إن شاء الله تعالى أسبابها كينا يقفك عافمات كيس إنه دب أدعو قفك إنه ننعافي ماذن. إذن سنذكر هنا بإذن الله تعالى لماذا يتأخر الشفاء والعلاج من الشخص المريض. مركب أقوه الرأي وحادعي كرتا قفك إنه قصدي ميلا نسح سنين ميل قلدنو قصدي وحادعي كرتا مركب أقوه الرأي سقفك أنيتو وحو قصدي ميل أنا سحسنين أي وحو له الداوة بالكصوهل يعافي ماد. السبب الأول هو أن يقصد الإنسان المريض الوجهة الخطأ. سنعرف البقية في القسم الثاني بإذن الله تعالى. انت كلو حنكو أغانينا قيب طلبات بإذن الله تعالى. مع تحيات إخوانكم في مبارك شاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.